وصلونا ان الجمهور بيعيط عشان ما وصلش نهائي كاس عالم. شفت الفخر، مدى الشرف والفخر يا محمد. الجمهور المغربي الموجود بيعيط عشان فريقه ما وصلش نهائي كاس عالم، وهو طموحه قبل البطوله كان الوصول للدور الثاني طبعا. فتحيه كبيره وشرف بالنسبه لنا، وشرفتونا ونفتخر بيكم دائما. فتحتوا لنا باب الامل. ولد صغير، جمهور زعلان يا جماعه. وصلونا ان المنتخب عربي جمهوره زعلان عشان ما وصلش نهائي كاس عالم. ما هذا الفخر، ما هذا الشرف. والله وما فيش حد بخل. الواحد جسمه اشعر لما يجي بيتكلم عن المنتخب المغربي، ودي حقيقه. انتوا فتحتوا لنا باب امل، انتوا وحدتوا العرب اللي بقالهم سنين متفرقين. كرة القدم المغربية وحدت العرب، وحدت 400 مليون، ووصلتوا لنا حلم احنا عايشينه، ونفخر اللي احنا عايشين هذا الحلم، ان فريق جمهوره ولاعيبته بتعيط عشان ما وصلش نهائي كاس عالم. فهذا فخر وشرف، وشرفتونا، ولا مجال للنقد، ولا مجال ان احنا انتوا بداتوا غلط ولا المدرب بدا غلط. انت بتلعب حمل اللقب. فبطوله كبيره، ملحمه، 6 مباريات ملاحم تدرس. اول فريق دفاعيا ممتع، وهجوميا ممتع، بدون كره ممتع، وبكره ممتع. وناحي خطفت القلوب يا وناحي. زياش اول مره اشوف بطوله لزياش منضبط من الناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه. نصيري، سايس كابتن الفريق، حكيمي، كل اللاعبين بما فيهم المدرب الوطني. فتحيه كبيره ليكوا، كبيره كبيره. شرفتونا، ولازم يستحقوا استقبال ابطال. حتى المركز اللي خد المركز الثالث والرابع اتمنى ان ياخدوا المركز الثالث. استقبال ابطال. شرفتوا 400 مليون عربي، شرفتوا الامه العربيه والامه الاسلاميه، وحدتوا العرب والمسلمين في خلال 25 يوم. فتحيه كبيره ليكم. كاكا فزت بكاس عام 2002، لم تتمكن الوصول الى نهائي 2006 مع المنتخب البرازيلي. الكل يتحدث عن صعوبه حمله الدفاع عن اللقب لكل منتخب فاز بكاس عام قبل ذلك. مع ذلك منتخب فرنسا يصل مره ثانيه على التوالي الى نهائي كاس العالم. كلامك صحيح، وهذا من الصعوبة بمكان. حينما يخالجك شعور الأبطال تفتقد إلى الحافزية والدافعية السيكولوجية لكي تدافع عن اللقب. بالنسبة لي كريكاردو كاكا أعتقد أن اللاعبون المغاربة قدموا ما عليهم ويستحقون هذا الثناء، وكانوا يستحقون الوصول إلى النهائي، ولكن الثناء أيضا موصول إلى المنتخب الفرنسي الذي استحق الوصول إلى النهائي بسبب كل ما قدموا في دوري المجموعات، وفي ضوء ما قدمه في نسخة روسيا. لديهم ركائز النجاح المطلوبة، ولديهم كانت هناك الكثير من الإصابات التي ألمت بالمنتخب الفرنسي والتي أقلقت السيد ديدي ديشان. إذا الثناء موصول لكل اللاعبين الفرنسيين ولكل الغائبين، ولكن أريد أن أستغل الفرصة لكي أشكر المنتخب المغربي. أعتقد راسخا أن المنتخب المغربي خاض مغامرة جميلة. إذا ليس من السهل إلى أن تصل إلى المربع الذهبي عن طريق الصدفة. المنتخب المغربي استحق الوصول إلى النصف النهائي من خلال اللاعبين الأقوياء، من خلال حنكة المدرب، من خلال الجماهير. وهنا مرة أخرى نقف على أهمية الجماهير التي تقف وراء المنتخب. كانوا يناشدون وكانوا يساندون المنتخب إلى حد آخر دقيقة. الثناء موصول للمنتخب الفرنسي الذي وصل للنهائي، والمنتخب المغربي الذي وصل إلى النصف النهائي بهذا الأداء الجميل، والذي شكل مثالا يحتذى به أن المستحيل هو لا شيء في عالم كرة القدم. وإذا كانت هناك إرادة بإمكانك أن تصل إلى بعض الحدود، وثناء موصول إلى كل لاعبين المغربيين. شكرا لك كالي تريكا لشيبو.